في القرآن والسماء ذات الحبك. الحبك يعني المسارات أو الطرق أو الشوارع. أو مثلا رفع السماء بغير عمد ترونها. بغير عمد ترونها يعني بعمد لا ترونها، يعني إن في أعمدة في الفضاء غير مرئية، هي اللي بنسميها أعمدة المجال أو خطوط القوة. يعني معنى كده في النهاية إن الفضاء ما هوش فضاء. دي لغز تاني بقى، لأن ما دام أنت لما تمشي في سكة كده ما تقدرش، لازم تمشي في خط كده، يبقى الحكاية مش فضاء، ده محكوم بقوانين تانية خالص، بحيث إن الجسم يبقى ملوش غير كده، ما يقدرش يمشي كده لو ترك لحريته ومساره الحر اللي بيسموها فري فول في الفضاء. يعني طيب الفضاء اللي هو لغز ده نفكر سوا ممكن يكون ايه؟ الفضاء اللي هو يحتوي على كل الكون، وسع كرسيه السماوات والأرض. لما ربنا بيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. أقطار السماوات اللي محتوية على كل السماوات وكل الأجرام، هي دي ممكن تفهم بأنها الفضاء. وكون كلمة الكرسي، كلمة كرسي تفكر الواحد بأربع أقطار، الثلاث أقطار بتاع المكان والقطر بتاع الزمان اللي بيسموه البعد الرابع، ثلاث أبعاد للمكان وبعد رابع للزمان، يبقوا هم دول الأقطار. مش ممكن حد يخرج من الأقطار دي ويطلع لسدرة المنتهى أو للعرش أو إلى آخره إلا بسلطان، زي النبي عليه الصلاة والسلام الإسراء كان بقوة الله وإذنه وسلطانه، فده هو الخروج من أقطار السماوات. إنما طبعا واحد يسافر للقمر ولا يسافر للمريخ، ده الحاجات دي بقت زي شبرا وبنها، يعني حاجات جوه نفس الفضاء، ما خرجناش عن الأقطار. كلمة أقطار دي كلمة غريبة، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات. أو مثلا كلمة الكرسي، وسع كرسيه، الكرسي الذي يتسع للكون كله، ممكن نفهمه إنه هو الفضاء الذي يتسع للكون كله، الله أعلم. زمان في التفسير بعض المفسرين السلفيين قالوا وسع كرسيه السماوات والأرض بمعنى وسع علمه، وده تفسير جميل، لكن طبعا التفويض في هذه المسائل أحسن، والقول بأن الله أعلم أحسن، خاصة في حاجات زي إيه؟ الكرسي والعرش والصراط والحوض والجنة والنار. يعني كمثال مثلا النار، إحنا كمؤمنين لا شك نؤمن بما فيها من عذاب حسي ومعنوي، وبالجنة أيضا وما فيها من نعيم حسي ومعنوي، لكن الكيف إزاي بالضبط، إيه شكل الجنة أو شكل النار، ما حدش يعرف، غيب. بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى لما يتكلم عن النار يقول إن فيها مية، فيها عين حامية، نار فيها مية، الشغلانة دي. أو مثلا فيها شجرة تخرج من أصل الجحيم، بقى كأن النار فيها شجرة ومية، إذن هي نار غير النار، يعني دي لغز بقى، غيب، نقول غيب. وكذلك عن الجنة سبحانه وتعالى لما يتكلم عن الجنة يقول عرضها جنة عرضها السماوات والأرض. إيه بقى الجنة اللي عرضها السماوات والأرض؟ برضو دي لغز. فكن في الكيف النهائي ما نقدرش نكيف هذه المسائل، نقول النار شكلها كذا ولا الجنة شكلها كذا، وكل ما ورد عن الجنة صور تقريبية. مثل الجنة التي توعدون، ربنا بيضرب مثال، القصور وأنهار والفواكه والحور العين وإلى آخره، بيضرب مثل الجنة التي توعدون، لكن في الحقيقة لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فدي أمور مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنفس الحكاية برضو، يعني مثلا القلم واللوح، نون والقلم وما يسطرون، القلم اللي بيسطر به الملائكة، هو إيه القلم؟
عشان اوريكم ان المسائل دي معانيها كبيره جدا. اقول لكم تاريخ القلم عندنا ايه. القلم اول ما ابتدى كان ريشه فرخ، وبعد كده بقى قلم رصاص، وبعد كده بقى حبر، وبعدين بقى حبر جاف، وبعدين بقى فلوماستر، وبعدين بقى ايه، قلم الكتروني اللي هو بيكتب في الكمبيوتر، وبعدين بقى شعاع ليزر. الله، دي شغلانه، وكله قلم. او اللوح مثلا، اللوح، الكلام عن اللوح المحفوظ. لما نيجي لما الورق عندنا اللي كتبنا عليه، اول ما كتبنا على الحجاره، وكتبنا على بعد كده على العظام، وعلى رق غزال، وعلى ورق بردي، وبعدين الورق دلوقتي، وبعدين كتبنا على اسطوانات. ما الاسطوانات ده نوع من اللوح برضه، بيتكتب عليها الاغنيه او اي تسجيل نسجله. وبعدين كتبنا على شريط تسجيل، وبعدين كتبنا على الفيديو. الله، شوفوا تطور معاني القلم واللوح. وعشان كده لما تيجي ذكر الكلام ده في القرآن ما يصحش نحدده بمعنى، لأنه حتى في العالم بتاعنا عمال يتطور معناه ويتسع بشكل غريب. فهي طبعا مجرد محاولة لفهم. لما نتكلم على الكرسي أو على الأقطار فنقول الفضاء، هي مجرد محاولة لفهم، لكن ليس تفسير بالمرة، لأن هذه المسائل هي غيب. الكرسي والعرش والصراط واللوح والقلم والحوض والجنة والنار. إذا كان الفضاء نفسه اللي احنا عايشينه ده، الفضاء ده بتاع الدنيا، مش بقى حكاية العرش والكرسي، لا، ده الفضاء ده بقى حاجة خاصة بالدنيا، سبيس، مش قادرين نفهم. الفضاء لغز. من عجائب الفضاء اللي يوريكم ان هو لغز فعلا، ان تبقى انت راكب المركبة وماشي بسرعة 45,000 ميل ساعة، ومع كده لا تشعر اطلاقا بانك تتحرك. واللي بيتحرك في الفضاء لا يشعر اطلاقا مهما بلغت سرعته ان هو بيتحرك، ولا يستطيع ان يفرق بين السكون والحركة، السكون المطلق ولا الحركة المطلقة. التفريق بينهما مستحيل. ما نقدرش نقول الجسم الفلاني ساكن سكون مطلق او الجسم الفلاني بيتحرك حركة مطلقة. ليه؟ لسبب بسيط، لان احنا ما نقدرش نحكم على الحركة الا بالمقارنة برصيف ثابت. احنا في القطر ما بنحسش بالحركة الا ما نبص الرصيف ونشوف اعمدة التلغراف والشجر مش عارف بيجري مش عارف ايه، فبنحس ان ايه القطر قام. والا لو كان بينزلق بنعومة والشبابيك مقفولة ما تعرفش قام. فده بيحصل في الفضاء. لو تصورنا قطر ماشي في الفضاء وما فيش رصيف بقى ولا شجر ولا أعمدة تلغراف ولا حاجة، فتبص تلاقي المركبة الفضائية ماشية بسرعة 45,000 ميل ساعة. سرعة رهيبة دي. وفي نفس الوقت اللي قاعد فيها حاسس انه مش بيتحرك. وتلاقي مركبتين يبقوا جنب بعض، ويطلع واحد يتنقل من دي لدي، ويطلع واحد ومعاه مش عارف حبل سري ويقعد يعمل سباحة في الفضاء، او يركب كرسي. دلوقتي بيعملوا سباحة حرة في الفضاء. تصور بقى اللي راكب كرسي في الفضاء ده ماشي بسرعات رهيبة، لانه ماشي في المدار حوالين الارض، بيخلص المدار في ايه، مش عارف 3 ساعات ولا بتاع، حاجات رهيبة جدا. وهذا الشخص الجالس على الكرسي يتهيأ له انه مش بيتحرك. ودي من الغاز الفضاء. طبعا ده يحملنا الى مسألة النسبية والحركة المطلقة والسكون المطلق، فده احنا هنأجله، لان هنعمل حلقة مخصوصة عشان حكاية نظرية النسبية واينشتاين. فالحكاية ما هياش لعبة، الحكاية يعني الفضاء دي هو خطير قوي، مليان ألغاز.